علينا في البيت وجايبين الصوره بتاعت طول الاخوان وجايبين زيت وسكر و100 جنيه وجاني حلفونا على المصحف يقولوا ايه خدوا الصوره ديت واحلفهم ان انتوا تنتخبوه واحنا ما نبيعش صوتنا بفلوس. ما نبيعوش بفلوس احنا نروح نبيع صوتنا بفلوس عشان زيت وسكر و100 جنيه؟ لا ما ينفعش نبهدل مصر عشان 100 جنيه وعشان زيت وسكر. لا احنا عايزين الصالح لمصر، الصالح لمصر. وانا طالعه اجيب العيش الصبح برضك بدري الساعه 5 بجد والله اقسم بالله العظيم ان انا بقول الجد. عمالين يوزعوا فلوس وزيت وسكر، ولما لقوني واقفه كده بيقولوا خدي قلت لهم لا، والصوره دي معاك تنتخبي زي، قلت لهم لا انتخبوا مرسي، الصوره دي معاك انتخبوا، قلت لهم لا ما انتخبش، انا عايزه انتخب الصالح لمصر واللي ينفع لمصر. ما بيحشي مصر ب100 جنيه ولا بسكر ولا بزيت. يفوتوا على البيوت يفرقوا كل واحده 100 جنيه ويدوها كيلو لحمه وسكر وزيت وشاي، وانا هضيع مصر عشان اكله؟ مش معقول هضيع مصر عشان اكله، هضيع بلدي عشان اكل لقمه في ثواني واقعد طول العمر حزينه وزعلانه ليه؟ وازعل على نفسي وعلى شبابي واضيع عمري. كفايه ضيعت عمري 30 سنه، مش معقول هضيعه تاني لسه. يا عالم هعيش يوم ولا 2 ولا 3 كيلو لحمه و100 جنيه وشاي وسكر وكل حاجه، اكله واحده وتاني يوم يرموني في الشارع وادور على مين بقى اللي انتخبني، ومش هلاقي حد بعد كده ولا حد هينفعني ولا حد هيطردوني من مصر. بيجوا البيت وبيفوتوا على البيوت بالمصحف ويقولوا انت احلفي على المصحف ان انت تنتخبي محمد مرسي، وانا مش هنتخب محمد مرسي ابدا بالطريقه دي، علشان هم بيشترونا بكيس سكر وكيس زيت بتاع ده ازازه زيت، بيفوتوا بشنطه والله وبنحلف بالله العظيم. طيب انت عرفت منين انها تابعه للدكتور محمد مرسي الشنطه دي؟ الصوره بتاعت محمد مرسي وفيها ال100 جنيه، تقول له خد 100 جنيه ومن بعد ما تنتخب تاخد ال100 الثانيه. يعني ده مش حرام؟ بيشتروا اصواتنا؟ لا احنا ما بنرضاش كده. يعني هم بيجوا يفوتوا ياخدوا الناس ايام الانتخابات بتكاتك وبعربيات يوصلوهم للجان ويرجعوهم. بس طبعا احنا عايزين حد يحكم البلد، مش عايزين حد يجرب. البلد وقعت ومش عايزينها تقع اكتر من كده، عايزين حد يقدر يكون قائد ويقدر يمشي بينا المسيره، يكمل بينا الفتره اللي جايه دي لانها اخطر فتره. واللي هيبقى ماسك دلوقتي على فكره هو مش كسبان، هو هيبقى تعبان اكتر من المكسب. يعني هو اللي هيمسك البلد دلوقتي بيمسك البلد وهي واقعه. لازم حد يكون فاهم ويقدر ينهض بينا.